بالقرآن، ولكنه لم يسمح لامرأة، سمح لشيخ لو ولصبي. سمحت، اتفضل. لما يقول الأعلم بالقرآن يعني الأعلم بالقرآن. فاهم؟ كون الإسلام يضع مبدأ ده رئيسي. كون ان المبدأ ده يطبق في وقت معين، دي تخضع لملابسات ولظروف عامة عديدة. يعني ممكن جدا ان الإسلام يضع مبدأ ولكن ما يطبقش في التو واللحظة، ما يطبقش في بلد معين، يجي له وقت معين ويطبق، اللي هو بيسموه ظرف معلق. طيب امال يعني على اي اساس من المفترض وما تعودنا عليه وشيوخنا افتونا به ان النساء تصلي خلف الرجال، لا يجب ان تصلي النساء امام الرجال؟ ده ترتيبات، دي ترتيبات يعني ايه؟ دي مش اصول يعني، دي ترتيبات يعني معينه. يعني ممكن الجمعه الجايه نروح نصلي فالستات تقف قدام واحنا نقف ورا؟ شوف هي العمليه ايه؟ عمليه فيها عقليه رجاليه او كما يقولون ذكوريه مسيطره فعلا على المجتمع الشرقي. لا هي مش مساله عقليه يا استاذ جمال، لو سمحت لي انا بتكلم عن المنطق الشرعي دلوقتي. ما بقول لك اهو، ادي المنطق الشرعي. امراه عالمه بالقران، رجل جاهل بالقران، ايهما نجعله اماما؟ مش جاهل بس، يعني المراه اكثر علما بالقران. لا يكون عادي، شاب عادي مثلا بتاع، يعني مثلا عميده كليه من كليات الازهر، ايوه، بالطلبه بتاعتها، طب هي اعلم من الطلبه بتاعتها ولا لا اللي بتدرس لهم؟ يعني المفترض، لكن ممكن طبعا يكون طالب فيه حافظ للقران كله. معلش، ولكن يعني اولا حفظ القران مش ثقافه، الحفظ شيء حفظ القران غير علم القران. بالظبط، وعلم القران. يعني انا لو في امراه وانا موجود مثلا، وهذه المراه عالمه بالقران وفاهمه القران، وانا حافظ لي ايتين ثلاثه كويسين وصورتين ما اعرفش امها، حضرتك مثلا لحكمه هذا المبدا. اتفضل يا فندم. المبدا ده طبعا ما كانش، لم يطبق في العالم الاسلامي. عائشه اللي هي كانت من اعلم الناس بالقران وبالحديث وغيره لم تؤم الناس. تمام. ولكن في امريكا العمليه دي مش بس بقت جائزه، بل بقت بتقدم خدمه الى الاسلام. ايه هي اللي في امريكا؟ لان في الولايات المتحده الراي الغالب ان الاسلام بيحتقر المراه، بيؤخر المراه، بيخلفها، مش بيعمل مساواه بينها. وانت عارف طبعا ان المجتمع الاوروبي والمجتمع الامريكي لهم راي في المراه يختلف كل الاختلاف تقريبا عن يعني مع اختلافنا، ومش هنتكلم دلوقتي ان احنا في صدد الدفاع. لما تيجي امراه بس ثانيه واحده بقى يا استاذ جمال، ما هو برضو يعني كانت الديانه الرئيسيه مثلا في الولايات المتحده الامريكيه هي المسيحيه، ما احنا ما بنشوفش قسيسه، ما بنشوفش كاهنه في الكنيسه. ده يدلك على ان العمليه مش عمليه دين، عمليه نظره اجتماعيه في المجتمع كله البشري في فتره معينه. يعني هم كمان في امريكا، مجتمع ذكوري. على كل حال البروتستانت بيشتغلوا، بيسمحوا للمراه. طيب يعني حضرتك شايف ان راي الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصريه الذي قال بعدم جواز تولي المراه للامامه تحت اي ظرف، هذا كلام فيه كلام ويخالف مبدا الرسول. يخالف مبدا الرسول لانه قال الاعلم، ما قالش الرجل والمراه. هو سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال اعلم بالقران، لكنه لم يؤمم امراه، امم صبيا وامم عبدا، لكن لم يؤمم امراه على الرجال. لم يؤمم، كويس، لان الظرف لم يكن يسمح. تيجي مبدا يحققه الاسلام بعد 1000 سنه ويبدد تهمه امام الاسلام ويقدم خدمه للاسلام. يبقى المراه مش محتقره ومش بتدخل من باب الخدم، دي بتأم الرجال. فين باب الخدم؟ في باب للنساء في المسجد وفي باب للرجال، عشان يعني باب لورا شويه يبقى باب الخدم. طيب يعني طبعا انا لن اجادل حضرتك، انا بفكر مع صوت عالي وبسمع الواجبه والحاجه الواقعه. في فرق بين الحاجه الواجبه والحاجه الواقعه. الحاجه الواقعه ليست شرطا ان هي الاسلم ولا الاصوب ولا حاجه،
ولكن هي اللي بتحتمل طب المجتمع. ازاي يا استاذ جمال انا اصلي لو انا واقف في الصف الاول في الرجال وتبقى اللي قدامي على طول الامام امراه؟ هصلي بقى وانا بغض بصري؟ يا سيدي نعم. هل تعتقد انها هتصلي وهي لابسه مين يجيب مثلا؟ لا مش هتصلي، بس مش هي معقول طبعاً. هتركع وتسجد امامي. لابسه لوب سابغ جدا، فاهم؟ اه زي امينه ودود دي اللي صلت كده فعلا، وفي منتهى الحشمه. وبعدين المراه دلوقتي مش زي المراه زمان. المراه دلوقتي يعني ايه خلافات رشيقه. يعني كان زمان المراه هي المراه الممتلئه لا ما في برضه دلوقتي هيفاء مقبله حجزاء مدبره. يعني هي امام الحديث امام الرسول. ايوه يعني هي يا استاذ جمال هي تتوقف على رشاقه المراه ولا لا؟ وبعدين انا داخل اصلي ولا داخل اغازل؟ ما صحيح هو المنطق كده. طيب لو انتقلنا لفكره الحجاب، ودي هربطها بمساله امامه المراه دلوقتي، بس اسمع حضرتك شايف ان الحجاب رغم كل اجماع الائمه والشيوخ ومجمع البحوث الاسلاميه ودار الافتاء المصريه ان حجاب المراه، ما بتكلمش عن النقاب، حجاب المراه المسلمه فرض، حضرتك شايف ان حجاب المراه ليس فرضا، حجاب المراه ليس فرضا، وان شعر المراه ليس عوره، وشعر المراه ليس عوره. افهم. كلمه حجاب جاءت ازاي؟ في القرآن حجاب يعني ايه؟ حجاب في القرآن جت مرة واحدة وبالنسبة لزوجة الرسول، وليس كزي ولكن كساتر لغرف الرسول. وإذا طلبتم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب. بس في آية ثانية ما ذكرش فيها كلمة الحجاب، بس اللي هي قل لنسائك ونساء المؤمنين. يعملوا ايه؟ مش بقى الموضوع مش مقصور على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. يدنين جلابيبهن شوف يعني ايه يدنين عليهن من جلابيبهن؟ يعني ايه؟ في تفسير بيروه على ابن عباس، وده اللي بتاخد بيه السعودية، انه يدنين يعني وعمل كده الراجل اللي بيفسر الآية مثلا يغطي راسه، يغطي راسها خالص، ولا تبدي إلا عينا واحدة. عين واحدة؟ أيوه. ليه؟ ده التفسير بتاع ابن عباس. لا يعني ده الكلام اللي موجود في كتب التفسير. ما سمعتش حكاية حياة عين واحدة دي، لكن خلينا بتكلم في ان حضرتك مختلف على ان شعر المرأة ليس عورة. لو سمحت لي. اتفضل. ده الشيخ الشعراوي يفسر دي بانها ادناء الثوب، بحيث انه يغطي لغايه يمر على الارض، يغطي كل. كلمه القران يدنين عليهن هل كان القران عاجزا عن ان يحدد لنا المواضيع اللي يجب ان تحجبها المراه؟ لا لو هو طبعا كان هناك فرق، حاشا لله ان القران يبقى عاجزا، بس اللغه بتاعت اهل الزمان. لا اصل لما يجي تحريم وتحليل يبقى ضروري يكون في نص صريح لا يقبل تاويلا كما يقولون. يعني اجماع الائمه ان الذي يجب ان يظهر من المراه هو الوجه والكفين، حضرتك شايف، والشعر ايضا. ليس هذا ليس اجماع الائمه ولا اجماع الائمه، لان هذا الحديث مطعون فيه انه مرسل. الحديث اللي اسمها ايه اخت عائشه، ان المراه اذا بلغت المحيض لا يصح لها ان يرى منها الا هذا وهذا، اللي هو الوجه والكفين. الراوي هذا الحديث ما ادركش عائشه، حديث مرسل. ولذلك مطعون فيه، فضلا عن انه فيه في السند بتاعه برضه راويين فيهم كلام. وكان هذا هو السبب الذي من اجله رفض علماء السعوديه هذا الحديث، وقالوا ان هذا الحجاب ليس حجابا، ده سفور. الحجاب عندهم هو النقاب اللي يبدي عينا واحده، ولا على اقل تقدير يغطي المراه. يعني معنى كلام حضرتك يا استاذ جمال ان ممكن المراه المسلمه وهي بتطوف حوالين الكعبه في اداء العمره او الحج تبقى معريه شعرها؟ يا سيدي، ايوه. اولا دي مثلا عبادات. يعني نفترض انها لما بتصلي، لما تعمل عباده يبقى لها وضع عادي،
ولكن لما بتكون في الشغل ولا بتروح في الشارع يبقى ده وضع تاني. وبعدين